نفس رضا عبد العالي يتكلم عن نادي الاتحاد كلام كويس. ايه شوف بيقول لك نفسي كابتن رضا عبد العالي يتكلم على الاتحاد كويس. وانا السنه اللي فاتت اتكلمت عليك ما يقدرش. لا على الاتحاد وعليك وعلى كل جماهير الاتحاد. انت عارف ان انا بحبكم يا حاج محمد، بس لما بشوف حاجه غلط لازم نقولها، عشان ان انتوا يعني الميزه اللي فيكم ان انتوا تسمعوا وبتنفذوا. لا ده رضا عبد العال ده حبيبي حبيبي يا حاج محمد، تاريخ تسلم لي حبيبي يا كابتن رضا والله. ومبروك طبعا ال3 ماتشات، بس هو الماتشين اللي فاتوا منك عشان للاسف الناس كانت مركزه في كاس العالم مش مركزه معاكم. والله الحمد لله. كابتن مين ازي حضرتك؟ حبيبي يا حاج محمد، بس انا عايز بس اطمنك مفيش حد في مصر ما بيحبش اسكندريه ويحب الاتحاد طبعا. بس اريحك واحنا بنحبك لله ومش هننسالك. مولوية نادي الاتحاد جبتنا وشرفتنا. ربنا يخليك، شرف ليا ومبروك الاداء. مبروك الحمد لله. ربنا يخليك يا حاج محمد، مبروك الاداء ومبروك الفوز. مبروك الاتحاد يعود مره اخرى لمكانته الطبيعيه. يا عم هو راجل اكل عيش يقعد يقطع في الناس وبتاع، غير كده هيقعد في البيت. والكلام دوت مش عايز حد يزعل مني. النادي الاهلي باع كهربا. ده الجواب اهو. الجواب اهو طبعا، بس هو طبعا بالاهلي. مقولة النادي الأهلي نادي المبادئ والقيم. النادي الأهلي هو اللي خلى كهربا يمشي من نادي الزمالك ويهرب من نادي الزمالك ويبقى موجود في النادي الأهلي. على النادي الأهلي إنه يحقق كلمة المبادئ والقيم ويدفع الغرامة على محمود كهربا، لأن اللاعب دوت من اللعيبة المهمة جدا وأحسن من أي حد في النادي الأهلي. تغليظ العقوبة يا زيادة الفلوس يا تغليظ ما أنا ما ينفعش أنا أقول النادي المبادئ والقيم وضيع مستقبل لاعب. على فكره قال الكلام ده معانا في ضيف من على التليفون محمد بيومي خبير اللوائح، والدنيا هاجت محمد هاجت عليه. قلت لك على النادي الاهلي نادي المبادئ والقيم يدفع الغرامه للاعب محمود كهربا. او يساعد، خلاه ادق شويه، يساعد في دفع الغرامه. لا اللي يساعد ازاي؟ ما انا النهارده انا النادي لازم يحمي اللاعب يا كابتن محمد. النادي لحظه بس، اتفضل. يدفعها ازاي؟ النهارده مش هو اللي حرض كهربا. لا دي مش فيهاش بينه، عشان بس برضه طيب ماشي. لا ممكن تبقى يعني في الجوانب الخلفيه او الشاره الخلفيه ماشي انما يعني مناصفه. انا مش عارف انت شغال عمال تتكلم في انت بعد اللي عملوا معاك ايفونا في وسط 3 فوق ما تتكلمش تاني، ولا انت ولا احمد توفيق ولا الاخ علي جبر. الضحك بقى بكام؟ صعبتوا الضحك علينا.